انما ليه حل. بص الفيديو ده كده مثلا، يعني لما رئيس الشيشان مع رئيس روسيا اتعرض لموقف محرج، نشوف كده ازاي حل المسألة. بص كده. Конфликт возник с первых секунд встречи. Яндарбиев хотел сидеть за столом напротив Ельцина. Вот давайте поговорим. Я приехал с вами решать вопрос. Я приехал с вами решать. Мы не равны с вами. Мы не равны с вами. Если вы не равны, мы должны решать. Мы не равны с вами. Садитесь. 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 Я с таким тоном не сяду. Садитесь. Я не сяду. Нормальный тон. Надо, чтобы прекратить кровь, поэтому хватит, отвоевались. 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 Я прошу все стороны. Можно сдвинуть. Первую минуту. Главе с Яндарбиевым подлежало Кремлю, Будаева уже мечется, как не было живых. ده بقى ايه الشيشان اللي كانت ايه مجموعة من القوى الإسلامية بتحارب روسيا اللي هي محتلية الشيشان اللي كانت جزء من روسيا. يعني طول عمر الشيشان، طبعا انتوا عارفين الاتحاد السوفيتي الكبير اللي كان فيه رومانيا، كل القصص دي كان في الاتحاد السوفيتي، منها الشيشان. يعني دولة بيكلم رئيس دولة كانت محتلة، قال له لا اقعد قدام، قال له انا ما اقعدش جنبك، انا اقعد قصادي. فضلوا ماسكين في بعض لحد ما يلسن قام كالجزمة قعد قصاده. وده مين؟ دي دولة ما كانتش موجودة اصلا، دي مش مصر يا اخوانا. اهو بيقولوا لا انا رئيس وانت رئيس، انت ازاي تقعد هنا وعايزنا نقعد على طرف الترابيزه، تيجي تقعد قصادي هناك قدامي في المفاوضات وقدام الصحف وشايفين الكاميرات انما لا، خلي بالك اللي بيتكلم ده الله يرحمه بقى ويحسن اليه زليم خان ده مفيش دوله، ده ما كانش دوله، ده كانوا بيتخلصوا من الاحتلال الروسي. يعني لا في دوله ولا هو طبعا عندهم حضاره، مش قصدي يعني، بس قصدي اقول كاستقلال يعني مش موجوده خالص. ده بيكلم المحتل بتاعه اللي بيحاربه، لا تقف قصادي هنا. فيلسن ينده الموظف اهو يقول له انت تعالى انت هنا جنب مكاني وانا هقعد مكانك. ويقوم يلسن اللي انقلب على جورباتشوف، ويقوم يلسن عادي زي الحلاوه قدام الكاميرات، يقف عشان يقعد قصاد واحد مفترض بالعرف الدبلوماسي متمرد عليه. مع زليم خان ده الله يرحمه متمرد على يلسن على روسيا. بص قعدوا قصاد بعض. ليها حل. يعني في العرف الدبلوماسي زليم خان ده متمرد على السيطرة الروسية، وان الشيشان دي جزء من روسيا من الاتحاد السوفيتي، وان يلسن ده رئيس اكبر دولة في العالم او واحدة من كبريات الدول في العالم، تاني اكبر دولة في العالم. ومع ذلك المتمرد ده يجبر الرئيس الدولة عشان يقعد قصاده. ليها حل، لكن ما تقعدش كده. ليها حل. هنقول ان هو راح فجأة قاعد مثلا، لا معلش وقف التصوير، لكن ده واقف ياخد التصوير عادي. شفتوا الحقارة؟ شفتوا الدناءة؟